الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أحباء المشاهدين، حلقتنا اليوم 7 مواقف يومية وإزاي نتعامل معاهم. طبعا كلنا بنفكر ايه هي المواقف دي. اخر مرة زعقت فيها امتى؟ امبارح ولا الصبح؟ طيب ما تقلقش، احنا كلنا بنغلط، بس يا ترى انت اتعلمت من الغلط بتاعك ولا بتكرره تاني؟ خد بالك، انا مش جاي النهارده عشان اقول لك ما تزعقش، انا جاي اقول لك افهم بتزعق ليه الاول، علشان خاطر تربي بعقل يبني مش يكسر. تعالوا نشوف كده، الحلقة بتاعتنا النهاردة هتبقى عملية اكتر ما هي نظرية. الموقف الاول، ابنك كسر كوباية. الرد المعتاد: ايه اللي انت عملته ده؟ هو انت كده دايما مكسر لي حاجاتي كلها؟ يا شيخ حرام عليك، مفيش حاجة بتقعد في ايدك سليمة. طب ليه ما تاخدوش وتحضنه وتقول له انا شايفك اتخضيت، ما تعملش كده تاني؟ ايه يعني؟ على فكرة حصلت معايا زمان، وبس المهم انك ما تكررهاش. ابنك محتاج حد يبني ثقته في نفسه ويعلمه ان مش هو اول واحد يغلط ويعمل الغلط ده. طب في موقف تاني، عندك بنتك لقيتها بترسم على الحيطة. المعتاد: ايه قرف ده اللي انت بتعمليه ده؟ انت خليت الحيطة بقى شكلها وحش. خد بنتك في حضنك وقول لها: الله رسوماتك جميلة، ايه رأيك انا هجيب لك نوتة، واللي انت بترسميه على الحيطة ارسميه في قلب النوتة ديت، وكمان هعلق لك رسوماتك في الحيطة في اوضتك وهكتب تحتها اسمك. نميت الموهبة اللي عندها وشجعتها وفرغت الطاقة اللي عندها، بدل ما تطلع تبوظ حاجة ولا تعند معاك. الموقف الثالث، عندك ابنك ما بيذاكرش رغم انك بتنبه عليه كتير جدا انه يذاكر. المعتاد: يا فاشل، ده انت هتسقط، مفيش فايدة ابدا. لا، قول له: تعالى، انا شايفك ما بتذاكرش، بس شايف انك تقدر، وشايف ان عندك طاقة، وشايف انك ممكن تبقى حاجة كويسة. انت عايز تفضل في المرحلة دي ولا عايز تعديها وتروح لمرحلة تانية اجمل واحسن؟ خد بايده، تعالى حط لك جدول وتمشي عليه. يبقى انت في الوقت ده حسسته ان انت شريك معاه، مش مجرد مراقب عليه. الموقف اللي بعده، بنتك رجعت من الدرس متأخرة، وكمان عرفت انها ما خدتش الدرس، ورجعت ومخبت عليك انها ما خدتش الدرس. المعتاد: يا كدابة، ده انت مش متربية، ايه اللي بيحصل ده؟ لا، خدها وقول لها: على فكرة انا زعلت اكتر عشان انت هزيت الثقة اللي بيني وبينك، واحب اعرفك انها لو اتكررت وخبيتي عليا انا وانت هنتعب. لازم تتعلمي انك انت مفيش حاجة تتخبى عليا ابدا، وان يبقى في صراحة ما بيننا وبين بعضينا، وان الغلط في الكتمان اكتر من التأخير، وان لازم يبقى في جسر متصل بينك وبينها او بينك وبين مامتها، وان الجسر ده ما تقطعوش باي طريقة من الطرق. الموقف اللي بعده، طفل صغير معاك دخلته السوبر ماركت، اتمرغ في الارض ويصرخ ويبكي، وشوكولاتايه مسك فيها وعمال يعيط، وتمنها غالي عليك، مش موجود تمنها معاك.
المعتاد هتشده من دراعه، هتطلعه بره، هتقول له يلا يلا على البيت. لا، خد الطفل وقول له انا مقدر ان انت عايز الحاجه دي، عايزها يا حبيبي، نفسك فيها. طب ايه رايك اول حاجه هنجيبها الاسبوع الجاي هي الحاجه دي، بس اسكت، لان الشارع هو للسيطره على الغضب والاحتواء، مش مكان التربيه. واما تروح البيت عرفه ان كده ما ينفعش، وبرضه كن صادق معاه وهات له زي ما انت وعدته. الموقف اللي بعده، انت رجعت البيت لقيت ولادك اتخانقوا مع بعض. ياه، هتعمل ايه؟ كل واحد على قطه، ما اشوفش وش حد فيكم، هجيب الخرطوم وهنزل فيهم. لا طبعا، خدهم قول لهم تعالوا، انا مقدر ان انتوا تختلفوا، اختلفتوا مع بعض، بس ينفع ان انتوا تأذوا بعض؟ ينفع ان انتوا تعملوا ببعض كده؟ تعالوا كل واحد نقف مع بعضينا، وكل واحد دقيقة كده ويقول لي هو حس بايه وقت الخناق، واول واحد هيعتذر ليه مني مكافأة. علمتهم انهم ما يكتموش الغضب جواهم، وانهم هم يبقوا صرحاء معاك ويتكلموا بكل صراحة وبكل وضوح. الموقف اللي بعده اللي برضه ممكن نتعلمه ونشوف ازاي ان احنا نسيطر عليه، ان انت مثلا بنتك قالت لك كلمة انا بكرهك، انا مش بحبك. الموقف المعتاد هتشدها من دراعها، طلعها بره، انت عبيطه يا بنت، ايه الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ لا طبعا، خدها في حضنك وقول لها انا مقدر ان انت زعلانه، واحكي لي ايه اللي خلاكي تقولي كده، انت زعلانه ليه؟ فضفضي معايا. خد بالك الطفل ما عندوش القدره ان هو يشرح، الطفل بيقول اقصى كلمه تحسسك ان هو زعلان. خد بالك التربيه مش كتاب بيتقري ولا فيديو بنتفرج عليه، التربيه ان انت تقدر تسيطر على الغضب بتاعك انت، ان انت تتعلم بعقل، تتعامل مع ابنائك بعقل واعي، بعقل محتوي، وان انت تسيطر عليهم، مش السيطرة اللي تحتويهم بيها، مش ان انت تسيطر عليهم تكبتهم. ودي كانت حلقتنا النهاردة، وان شاء الله الحلقة القادمة لو ابنك قالك لأ وأصر عليها تعمل معاه ايه؟ تابعوني عشان يوصلكم كل جديد، وفعل الجرس واشترك في القناة، وسلام.